سيبكم من دراما اللي اتعملت وقت حرب أكتوبر أو بعد حرب أكتوبر بشهور قليلة. أنا مع تقديري واحترامي لكل ما قدم، إنما حرب أكتوبر أكبر من كده بكتير. يعني العملية مش العمر لحظة ولا الرصاصة لا تزال في جيبي، طبعا مع تقديري واحترامي لكل الأعمال. إنما فكرة التحدي عند المصريين أكبر بكتير من الدراما اللي اتقدمت، لأن التفاصيل كانت تفاصيل مرعبة وفظيعة فظيعة جدا. مثلا لو جينا توقفنا قدام 3 موانع رئيسية، مش كانوا قدام الجيش المصري، كانوا قدام الشعب المصري: خط بارليف الحصين، المانع المائي، الساتر الترابي. هقول لكم بس خط بارليف الحصين حصل فيه ايه في اقل من سنتين. في أقل من سنتين وبعد قبول الرئيس عبد الناصر لمبادرة روجرز في أغسطس 1970، قامت إسرائيل بتعلية خط بارليف 3 أضعافه، وصنعت مصاطب للمدرعات بحيث إنها توجه أكبر قوة نارية لأي حد بيحاول إن هو يعبر القناة. دي مشكلة كانت خطيرة جدا، خطيرة جدا فعلا، ان خط بارليف بقى 3 اضعافه لمجرد ان حصل وقف لاطلاق النار بعد مبادرة روجرز. وتوفى الرئيس عبد الناصر بعدها بشهر واحد. تخيلوا واحد اسمه انور السادات يستلم البلد دي في هذا الوضع وبهذا الشكل، وراه شعب يقبل فكرة التحدي. ولذلك أنا من المؤمنين بأن اللي عبر هو الشعب المصري نفسه.